السلام عليكم الزلفلة ومرحبا بكم ناس جيس كتوجور مع جديد واخبار شبيبة القبائل. مهدي مرغم في شبيبة القبائل قادما من اتحاد العاصمة الجزائري. واش رايكم في هذه الصفقة المميزة؟ انا اعتبرها مميزة. دوك نحكيو لماذا وكيف كانت هذه الصفقة تاع شبيبة القبائل من اتحاد العاصمة للاعب مهدي مرغم. أعطونا رأيكم في هذه السنة والتي تعتبر تقريب سيربريز لأنصار شبيبة القبائل. أول حصة تدريبية للاعب الجديد والمهاجم محيوس مع ناديه الجديد شبيبة القبائل. بيانفينيو وإن شاء الله تقدم لنا موسم جميل إن شاء الله. وأيضا شبيبة القبائل تستعد لتقديم الممول الجديد تكنو موبيل بعد إمضاء العقد بصفة رسمية. راهم حاطين في الصفحة الرسمية استعدادا لهذه. ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناة، وتركوا لنا تعليقكم حول دوك نحكيو على مهدي مرغم في صفقة جديدة. وهذا السبونسور الجديد، الممول الجديد، حاجة مليحة لشبيبة القبائل هذا العام أنها يعني تفننت وربما أكثرت من الممولين اللي راح يخليوها دعم الصفقات، راح يخليوها دعم الشهرية تاع أي لاعب يكون ربما في عنده شهرية زايدة في الثمن. راح تخلي شبيبة القبائل من الناحية المالية يعني مرتاح، يعني حاجة مليحة لشبيبة القبائل هذا العام. لهنا نوليو لي ربما لطريقة تسيير عصرية تمتاز بتنوع الممولين، وأيضا كيفية الاستفادة من هذه الممولين. إن شاء الله يا رب العالمين يكونوا فعل خير لشبيبة القبائل اللي راهي تتنافس على عدة جبهات هذا العام، وإن شاء الله تكون مليحة. أيمن محيوس أول حصة تدريبية لهذا اللاعب اللي تقريب ربما التحليقات على هذا اللاعب راح يجيب أنظار كثيرة. هذا اللاعب هذا العام ولما لا يلعب في شبيبة القبائل. نتمنى يتألق مزيد من التألق في انتظار ما ينتظره أنصار شبيبة القبائل. مهدي مرغم لاعب مميز جدا في وسط الميدان، شاهدناه كيف يلعب كرة جميلة في اتحاد العاصمة. كان ربما من لاعبين مصابين يعني، ولكنه رجع في الآونة الأخيرة واسترجع مستواه في الفريق الوطني. كان حتى مستدعى في الفريق الوطني، والمدرب بوغرة فضله على الكثير من اللاعبين في وسط الميدان. من أحسن اللاعبين ما دارهمش ودا مهدي مرغم رغم كان أنه مصاب. مهدي مرغم يتفق مع إدارة شبيبة القبائل الالتحاق بالفريق بداية من هذه الصائفة. المدرب جوزيف زيمباور، هذا حسب كاديزا النازمة، عاين اللاعب ووافق على استخدامه للفريق باه ما يتغشناش زيمباور. يبدو ان زيمباور معجب بهذا اللاعب، نتمنى التوفيق ان شاء الله يا رب العالمين. قال لك هنا مهدي مرغم جديد شبيبة القبائل قديما من فريق اتحاد العاصمة. مهدي مرغم اتفق على جميع التفاصيل، وشبيبة تمكنت من شراء أوراقه بعد إصرار اللاعب على الرحيل. قال لك هنا في ملاحظة برك بوجمع وبودبوز حفز مرغم على الانضمام لشبيبة القبائل. كانت هذه صفقة مرغم إن شاء الله يا رب العالمين في انتظار الإعلان عنها في الصفحة الرسمية، الإعلان عن الصفحة عن شراء عقد اللاعب والإمضاء مباشرة في فريق شبيبة القبائل. أنا يعني صراحة هذا اللاعب متميز، لاعب في وسط الميدان. يعني صراحة أول حاجة نحكيو عليها أنه مفاجأة للأنصار، ما كانوش ينتظروا هذا اللاعب، لأنه بصعوبة أنه تتلقوا اتحاد العاصمة واحد كما هذا مبنية عليه شبيب اتحاد العاصمة. وفي الأخير اللاعب فضل اللعب في شبيبة القبائل. قال لك أنا في ملاحظة أنه بودبوز بوجمع حفزه. بوجمع كان معه في المنتخب الوطني، وربما حكى له الكثير عن بيت شبيبة القبائل. وبيت شبيبة القبائل دائما ما يكون نجوم وما يستقبل أيضا نجوم. نتمنى التوفيق مع محيوس، مع بودبوز، مع بوجمع، مع لاعبين جدد. ربما صفقة يعني ممتازة جدا جدا، درسوها مليح. وحتى المدرب زيمباور راضي عن هذه الصفقة، وقال لهم يعني سنها يعني بعيون مغمضة. يلا
واش رايكم في هذه الصفقه؟ لايك الفيديو وابوني في القناه واتركوا لنا تعليق، خاصه طريقه شراء عقد اللاعب. يلا بيف جي اس كا، سلام خوتي.